ايش عندنا اليوم؟ اكيد عندنا فقرات وضيوف مميزين. بس انا بعرف الفقره الاولى راح تكون ويا من الاولى راح تكون مع مدرب تنميه بشريه اللي هو يعني طبعا يعتبر الحالم والملهم والشاعر الاستاذ فاضل تقي الجمري، مدرب التنميه البشريه من مملكه البحرين الشقيقه. نمسي على اهل البحرين، كان عيد الوطني عندهم. اي والله كل عام ونبارك لهم طبعا بألف خير، نهنيهم على عيدهم الوطني. نعم. وايضا قطر الشقيقه لا ننساها، ايضا كان عندهم العيد الوطني. وايضا حديث من الاستاذ فاضل الجمري، حديث عن الكاريزما الروحيه. الله. يعني يقول لك سبحان الله كل انسان له تاثير على الاخر. شوف شلون انت الحين اثرتي فينا بالالوان. شفت شلون؟ صارت البيئه ايجابيه هني باللون الوردي. نعم. فاكيد يعني راح يكون حديث جدا مميز يعني. اكيد. طبعا اعطينا انت اللقاء الثاني. اول شيء نحب نقول اكيد مبروك القطر ومملكه البحرين، ونقول خليجنا واحد قلبا وقالبا. أكيد. لقائنا الثاني ان شاء الله راح يكون رياضي، بما انه بعد سبورت اليوم. حلو. ان شاء الله راح نختمها مع الكابتن محمد الحطاب مدير لعبه الموتو كروس، والمتسابق محمد جعفر بطل سباقات الدراجات الناريه الموتو كروس. وراح يكون اكيد حديثنا وحوارنا عن لعبه الموتو كروس والانجازات اللي حققها ابناء الكويت بهذه اللعبه. راح نتواصل معكم بس من بعد ما نطلع معاكم فاصل جميل، ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. مرحب فيكم مجددا مشاهدينا الكرام. الكاريزما هي القدرة على التأثير على الآخرين إيجابيا بالارتباط بهم جسديا أو عاطفيا أو ثقافيا. وبالبحث أكثر عن معنى الكلمة وجدنا هذا التعريف لها صفة أو سمة غير عادية تتحقق لدى الفرد، وهو الشخص يتحلى بقوة خارقة وصفات نادرة وقدرات روحية، يستطيع بقدراته وحيوية بقدراته المؤثرة، يستطيع هذا الشخص بقدراته المؤثرة على شد الانتباه من حوله. طبعا أنا ما أبي أسولف وايد، خلونا نشوف هالتقرير ونرد لكم إن شاء الله مع ضيفنا الحالم والملهم والشاعر. الكاريزما هي القدرة على التأثير على الآخرين إيجابياً عن طريق الارتباط بهم جسدياً، عاطفياً وثقافياً. أما لفظة الكاريزما فهي مصطلح يوناني يعني التأثير، التأليه أو التفضيل الإلهي، لأن الشخص في هذه الحالة يكون له تأثير كبير في من حوله. أما الكاريزما الروحية فهي مجموعة الصفات الروحية التي يتركها الفرد لدى الآخرين، مثل القبول النفسي الذي نشعر به عند لقاء شخص لأول مرة. هذا الشخص بالفعل يمتلك كاريزما روحية بدليل أنه جذبنا إليه من أول لقاء. والكاريزما تحديدا تنحصر أغلبها في علم النفس كعلم حديث يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وينقسم إلى فروع وتخصصات، ومنها علم النفس الشخصية الذي اهتم به العالم النفسي سيغموند فرويد. أما الكاريزما الروحية فقد أسست فيها مادة علمية قائمة على أساس روحي مستقل تماما على الأنماط التقليدية للشخصية مع دمجها بالتخاطر الروحي. أما سر تعلق الناس بشخصيات معينة في مجالات السياسة والدين والفن والأدب والرياضة، الأمثلة كثيرة جدا في عالمنا عن التعلق غير المفهوم بشخصيات بعينها. ولمعرفة هذا السر تابعونا من خلال هذا اللقاء ومع ضيفنا الذي سوف يتحدث
عن الكاريزما الروحية. طبعا نرحب فيكم مجددا مشاهدينا الكرام للتعرف اكثر على موضوع الكاريزما الروحيه. نرحب باسمكم ضيفنا وضيفكم بالمدرب في التنميه البشريه من مملكه البحرين الشقيقه الاستاذ فاضل الجمري. حياك الله استاذ فاضل معانا، وان شاء الله بس ما تعبت بالطريق يعني. حياك الله استاذي. لا الحمد لله كل شيء تمام ومرتاحين الحمد لله. الله يسلمك، حياك الله معانا بديرتك الثانيه الكويت، وكل عام وانتم بخير بمناسبه بعد عيدكم الوطني. يعني اكيد فرحتنا هي فرحتكم وقلوبنا معاكم. الله يسلمك. بدايه بتكلم، يمكن من شفنا التقرير اكيد ما شاء الله التقرير كان ملم، بس اكيد انت راح تعرفنا اكثر استاذ فاضل عن معنى الكاريزما الروحيه. مثل ما ذكرنا في التقرير او ما ذكروا التقرير ان الكاريزما هي اساسا مصطلح يرجع الى اليونانيين، اذ ربطوا كلمه هديه او ربطوها اللي هو هديه الهيه. فتعريف كلمه الكاريزما انه موهبه الهيه او هديه من الله سبحانه وتعالى للشخص في جذب الاشخاص في باساليب معينه او في اللي هو صفات معينه. يعني انا جذبتهم اليوم باللون الوردي صراحه اليوم جذبتينا جذب مو طبيعي يعني. ابي يعني طيب هل لها معنى معين اخر يعني، ولا هي هذه قوة الشخصية الجاذبة نعم. يعني استاذ فاضل، هل تعتبر انت ان هذا الكاريزما الروحية علم كباقي العلوم؟ هو لحد القرن ال19 دمجوا هاي العلم او اي شيء يخص الكاريزما وعلم في علم النفس. نعم. واكثر المهتمين العالم النفسي سيمون فرويد. اي نعم. ممتاز، يعني شيء وايد حلو. يعني خلينا نقدر نقول ان انا مثلا نفرض اني انا اتمتع شخصيا بالكاريزما الروحيه، او شلون اقدر اعرف الشخصيات اللي تتمتع بالكاريزما؟ الشخصيات اللي تتمتع بالكاريزما خلينا نحدد الكاريزما الروحيه والكاريزما العاديه. قد تكون الكاريزما العاديه او كاريزما الشخص نفسه هي مكتسبه بحيث انه يتاثر بشخصيات معينه او بفكر معين صحيح. او بافعال معينه. لكن الكاريزما الروحيه لما نتكلم عن الكاريزما الروحيه، انا لما اقعد مع الاستاذ فريد انا اتاثر فيه عاطفيا. يعني احس بالم، احس بمعاناته، احس بمشاكله، فهذا الشيء نابع من الداخل من الذات. فتعتبر الكاريزما الروحيه. اما الاشياء اللي تتعلق بالسلوكيات او التاثير الخارجي فهي تعتبر اشياء خارجيه، كاريزما عاديه. طبعا يعني قلنا هذه ان هناك فرق ايضا بين الكاريزما الروحيه والكاريزما الظاهره اللي هي مثلا امام الشاشه او امام الملأ او بالديوانيه او على مسرح مثلا. نعم. هناك فرق يعني. اكيد. طيب من هو الشخص الكاريزمي مثلا؟ مثل ما قلت الشخصيه الكاريزميه او الشخص الكاريزمي هو الشخص الذي اذا دخل مكان اثر فيه، ياثر على الناس ايجابيا بافكاره بافعاله بكل الامور هذه. نعم ممتاز. يعني خلينا نقول عرفنا يمكن بعض المهارات اللي يتمتع فيها الشخص الكاريزمي، انه هو يقدر يا يتاثر او ياثر بالشخص اللي حوالينا. فشيء وايد حلو. انزين، اذا انا مثلا اكتشفت، هل الكاريزما الروحيه ايضا سلبيات؟ اكيد في الكاريزما الروحيه ما فيها سلبي. الكاريزما لما نتكلم عن مصطلح كاريزما بشكل عام قد تكون في كاريزما شخصيات قويه مؤثره بشكل سلبي. ومن ضمن الشخصيات المؤثره لما نتكلم عن أدولف هتلر، يقود أمة بكاملها نحو ولكن إلى السلب والحرب. أي يعني إلى الهاوية. فهم يتبعون مجرد كلمة واحدة أو شعار معين، يتبعون كل شيء يقوله. لكن أنا لما يكون عندي شخصية كاريزمية لازم أنا أأثر اللي هو من شيء ينبع من الداخل، بحيث أن أنا أثر على اللي حولي بدون حتى ما أنطق ولا حرف. يعرفون ان افكاري، يعرفون اتجاهاتي، اقدر اتصرف في مواقف معينه. يعني قد تكون مواقف حاسمه وتحتاج الى قرار سريع جدا. فلما يكون عندي كاريزما، يكون عندي قوه ادراك او قوه ملاحظه، اقدر اخذ القرار الصح في الوقت الصح.
جميل. بالفعل. استاذ فاضل، انت قلت انت الشاعر والحالم والملهم. طيب شلون يعني؟ فسر لنا، هل انت اول شيء تقول شعر ولا لا دائما تحب تستعين في؟ لا انا اكتب شعر. تكتب شعر. نعم. وحالم يعني دائما، فسر لنا شنو قصدك الحالم يعني؟ دائما لما تعيش في هذا المجتمع تحب تكون عنصر مؤثر، تحب تكون في ناس انت اثرت عليها مثل ما انت اثرت على نفسك وغيرت شيء بداخلك. نعم. في عبارات معينه حاليا انا في الفتره الاخيره او خلينا نقول في الفتره الماضيه الدورات حاولت ان انا ادمج الشعر بالالهام بالتحفيز الذاتي. حلو. مثل شنو؟ عطنا شعر مثلا. حلو. يعني في مثلا عندي عباره معينه دائما اللي هو اوزعها على المتدربين او على اطباعها على شغلات معينه، مثل اغمض عينيك ارسم لك حلما حارب لاجله. الله، حلو. عرفت شلون؟ يعني اغمض عيني واتخيل اني ابي في عندي تارجت ببالي. لحظه تامل. هي لحظه تامل. لما انا اتامل انا شنو هدفي في الحياه، شنو محتاج، شنو ناقصني، شنو لازم اسوي. انا لما اقرر اسوي شيء معين لازم اخلي لي وقت معين، اخلي لي وجهه معينه، اخلي اليه معينه على اساس ان انا تكون خطتي متكامله. اكيد بالطبع. بحيث ان انا اغطي كل الجوانب، ما يصير في تاخير. وايضا يحضرني بيت الشعر للامام علي عليه السلام اللي يقول فيه ان داؤك منك وفيك، داؤك منك وما تشعر، دواؤك فيك وما تبصر، او تحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يا سلام. يا سلام. درر والله. يعني أبيات قد تكون كلمات بسيطة أو قليلة جدا لكن معناها عميق جدا جدا جدا. بالفعل. ولو لاحظنا نعم. تفضل. لو لاحظنا أن مشاكلنا هي أساسا منا وفينا. لما احنا نجيب المشاكل لنفسنا، احنا نجذبها لنفسنا. شلون مثلا؟ لما نفكر بسلبية، لما نفكر طريقة يعني دائما سوداوية، دائما احنا نجذب الأحداث السلبية لنا. في شيء يسمونه سرنديب أو تسلسل أحداث في حياتنا. هاي السرنديب قد تكون دائما الله سبحانه وتعالى وصانا بالصبر وبشر الصابرين. تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه. صح. لما نفهم طريقة اللي هو الكون شلون ماشية، نفهم ان الكون كله عبارة عن ترددات. حتى الكلمات صرنا ننطقها. نعم. ايوه، الكلمات اللي نقولها كلها تأثر. تأثر بشكل أو بآخر، مجرد كلام أو حتى النظرة نفسها. أكيد بالفعل. يعني لو بنتكلم أن هالكاريزما الروحية أستاذ فاضل يمكن تأثر بالعلاقات الزوجية، تأثر بين الأصدقاء أو الزملاء، أو تأثر على الزوج يعني أو الأسرة نفسها. أكيد. لما أكون أنا شخص كزوج أو أنا أتكلم كزوج، لما أنا أتزوج ويكون عندي زوجة لازم شخصيتي تأثر، لأن أنا قاعد أنتج مجتمع صغير. نعم. مجتمع مصغر. نعم. فبالتالي راح يأثر على خارج الأسرة، نطاق الأسرة، في المدرسة. نعم. في العمل، في كل مكان، أو في الشارع أو بأي مكان. اي نعم. فلازم يكون عندي شخصية قيادية، يكون عندي تحمل مسؤولية، يكون عندي أفكار. لما يكون أنا أطمح للتميز لازم يكون عندي أفكاري مبدعة، بحيث أن أنا أتجه دائما لما نشوف الاشخاص اللي اوكي في شخصيه كاريزميه لكن يتبع افكار شخص ثاني. نعم. ليش انا ما اخلي فكرتي الخاصه فيني انا؟ نعم. فكره تكون ابداع خاص فيني انا، فكره ما فكر فيها احد ثاني. لما دافنشي رسم آلة تطير نعم في قبل القرن اللي هو القرن السابع عشر على ما اعتقد. نعم. استهزأوا فيه وقالوا خلوا ما شنو كذي. نعم. لكن الان لو لاحظنا في الطيارات. نعم. هو فكر في شيء ما حد فكر بشيء مجنون. عرفت نعم شلون؟ نعم نعم. أكيد. انا اماني ايضا مثل ما تفضل الاستاذ فاضل. نعم. دائما ينقال ان لا تفكر بالشيء السيء، ترى ان فكرت فيه وايد يجيك. هو عملية جذب اعتقد، تقدر تجذب السعادة وتجذب تعاسة. تجذب. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول سلفة تعطى. انت الشيء يعني، وانا اللي هو حديث القدسي يقول انا عند ظن عبدي بي. احسنت. يعني صحيح. اللي انت تظنه فالله سبحانه وتعالى راح يعطيك اياه. والله سبحانه الى 3 طرق لاستجابه الدعوه، يا انه يعطيك اياها بدون لبيك يا عبدي، او يعطيك الشيء اللي احسن منها، او يقول لك اصبر وراح يعطيك الافضل على الاطلاق. نعم. يعتمد عليك شلون تفكر انت. سبحان الله. اماني يعني حتى في الدراسات الجديده خصوصا الدراسات النفسيه وهذا
يعني مؤخرا حتى هذا يقول لك انه دائما لا أكيد. تذكر الشيء السلبي، انا بمرض، انا حاسس اني بصير مريض، لانك ممكن تجيب لك تجيب الامراض المرض وتجيب لك وانت لا تمارضوا فتمرضوا. التعيسة، الملل. لا تمارضوا فتمرضوا. لما انا افكر في المرض نفسه راح هاي كل خلايا جسمي على ان انا تعبان. نعم. أنا لا مثل ما تفضلت، الانسان لازم دائما يكون متفائل، يكون سعيد اماني، ويعني دائما حتى لو في خطر احاول اني انا ما اخلي هذا الخطر ياثر. ولكن نتكلم بواقعيه اكثر استاذ فاضل. نحن مع الاسف ضعفاء امام هذا اللي يسمى العقل. يعني عقولنا هي اسيادنا مثل ما يقولون، صح ولا لا؟ فبالتالي احنا اسرى هذه العقول. لما تقول لي لا تفكر في مشكله، تقول لي لا تفكر، ما اقدر. يعني والكثير من الناس يقول لك ما اقدر، لا هذا هو عقلي قاعد يخليني افكر غصبا عني. شو ترد او شنو الحل في كلمه لا العقل الواعي ما يعرفها. يعني انا يعتمد على الشخص نفسه شلون قاعد يستخدم هاي المصطلحات. لما انا اقعد مع شخص، اقعد معك انت، لما قعدنا معك برا الاستديو تكلمنا شوي، ممكن قد تكون كلمه واحده تاثر فيك مدى الحياه. صحيح. فلازم اختار المفردات المعينه والعبارات المعينه بحيث ان انا اوحي للعقل اللاواعي ان انت تقدر. احنا لحد الحين نستخدم كم؟ 3% من قوة العقل. وكل العقل. نعم. ايوه 3%، واكثر شخص كان اينشتاين وصل ل 5%. واللي اتحدوا 100 عالم حتى يثبتون خطأ نظرية المعروفة النظرية النسبية. ريلاتيفيتي. نعم. ايوه، ولما سألوه يعني في 100 عالم، كتاب ل 100 عالم يقول ان انت خطأ. قال لو كنت على خطأ نحتاج عالم واحد لاثبات هذا الشيء. صح، مو 100. اكيد. طبعا هي المعادلة فورس ايكوال ام سي سكوير، يعني اي ما شاء الله. يعني معادله القوه تساوي الكتله ضرب سرعه الضوء، مربع سرعه الضوء. استاذ فريد راح نسوي وياك مقابله بعد ما نخلص. فريد انجينير يعني ما شاء الله عليه. يعني خلينا نقدر نقول مثلا فريد او استاذ فاضل، يعني بالفعل ان الكاريزما تاثر على الانسان تاثير واحنا ما نحس. ممكن انا ااثر على اي شخص بدون لا احس. بس لو بتكلم عن اهميه يمكن الكاريزما للانسان، هل لها اهميه كبرى بالنسبه للشخص نفسه؟ اكيد لها اهميه كبيره، من ضمنها الثقه بالنفس. انا لما اكون واثق من نفسي، فهذه من صفات الشخص الكاريزمي. اقدر اخذ خيارات، اخذ خطوات معينه مهمه في حياتي. مثل شنو الخطوات؟ يعني الابتسامه خلينا نقول بعد. الابتسامه هاي تدخل ضمن مفتاح، هذا مفتاح لكسر كل الاقفال. الابتسامه مفتاح جدا قوي. وطبعا في انواع من الابتسامات ما راح نتطرق لها الان، لكن الابتسامه هي سر كل الاقفال. تمام. قد تكون للوهله الاولى مجرد الشخص يدخل في المكان، لما يستقبلك بابتسامه او انت تستقبل الموجودين بابتسامه، لو كانت في حاله جمود راح تنكسر هاي حاله الجمود. صحيح. وراح تدخل قلوبهم من اوسع ابوابها. فيعتمد على الفيرست امبريشن، الانطباع الاول. طالما انت دخلت بقوه راح تصنع تاثير ايجابي على اللي حولك. كل شخص عنده كاريزما، لكن يعتمد على الشخص شلون ينمي هاي الكاريزما، شلون يصقلها، شلون يستخدمها بشكل ايجابي. يعني احنا اذا انا بلخص حق مثلا المشاهد العادي، ان الكاريزما هي الحضور الشخصي للشخص امام الاخرين. الحضور الطاغي. نعم. حضور. طيب يعني هل هناك مستويات للكاريزما استاذ فاضل؟ هو طبعا في مستويات للكاريزما، ويعتمد لما نتكلم عن الكاريزما الروحيه فهي شامله، لكن لما نتكلم قد يكون شخص في العمل عنده كاريزما معينه. لما نتكلم عن المهندس فريد في العمل افكاره مبدعه فقط في مجال الهندسه، فيعتبر كاريزمي لكن في عمله. وقد تكون الزوجه الشخصيه كاريزميه في مجال الاسره بالبيت. صحيح. التعامل مع الاطفال، في اختيار الالوان. صحيح. تمام. فهني الشخصيه هذه، شخصيه الزوجه شخصيه كاريزميه في المنزل فقط. اما خارج المنزل فهي خجوله. بعض الاحيان تصير تضاربات او تعارضات في الشخصيه نفسها. يعني اماني اليوم بالالوان الكاريزما قويه. شخصيه مغناطيسيه. اكيد في يعني انا اللي لفت انتباهنا في يمكن شخصيه مغناطيسيه اللي هي اعتقد يمكن تجذب، وفي شخصيه اللي هي تكون شخصيه تتحلى بالكاريزما. فهل في تشابه بينهم او في اختلاف؟ الشخصيه الكاريزميه او المغناطيسيه مجرد ان انت
تلاحظه او تشوفه يجذبك بدون ما تعرف ليش. هاي الشخصيه المغناطيسيه. على فكره احب الورد على الاقمصه كلها وردي. القطب الشمالي اليوم اللون الملكي. تمام. حلو. فلما اقعد مع الشخص من طريقه لبسه، من يعني اختيار الالوان، من مثلا شلون البودي لانجويج، فقاعد يجذبني مغناطيسيا. نعم. لكن لما يجذبني روحيا باحاسيسه، بمواقفه الساميه، او بافكاره المبدعه، فلازم انه يتصرف او يبدي ردود افعال حتى انجذب له. المغناطيسيه مجرد ان انا اشوف لبسه فانا قاعد انجذب له لبسه، انجذب له هيئته، انجذب له اهتمامه بنفسه. يمكن. ايوه ما شاء الله يحبون السيارات ربعنا بعد. طبعا نقول ظاهريا، بس الروحيه تكون باطنيا، انه يجذبني يمكن بتصرفاته بطريقته، يعني يكون في شوي في فرق اعتقد بين الشخصيه المغناطيسيه والروحيه. أيوة. هي اللي تتمتع بالكاريزما الروحيه. اي نعم، ومثل ما قلت لك في الفرق، لان ظاهريا المادة اللي في العمق لازم نظهره حتى الناس تنجذب لنا. فعلا. لكن الخارجيه اللي هو الهيئه الخارجيه بدون يعني اساسا موجود، فالناس تنجذب بدون ما نتكلم. شكليا ننجذب. شكليا. والمفاهيم لازم نوضح المفاهيم بالخصوص للشباب، لان لاحظنا في الفتره الاخيره قاعدين ينجذبون فقط، او يحاولون ان يبررون كلمه الكاريزما او الشخصيه. انا شخصيه مميزه، لكن بلبسي، تلفوناتي اخر موديل، يعني بسيارتي، فهذا شيء مفهوم خاطئ. يعني المظاهر قصدك. ايوه. مفهوم خاطئ، لازم نصحح مفهوم الكاريزما بشكل عام. انا كفرد في المجتمع يعول علينا حتى نبني هاي البنيه التحتيه للمجتمع. لو راينا في كل الخليج او معظم الخليج ان العماله الاسيويه هي تقوم بمعظم الاعمال مثل النجاره، مثل البناء وكذي. لو جينا لاي فرد من افراد المجتمع والشباب، الاغلبيه طبعا مو الكل، في البعض منهم عندهم مهاره متفوقين، لكن لو لاحظنا الشباب من 18 ل 25 تقول له مثلا تعطيه خشبه تقول له قصها بالمنشار، يقول لك ما يعرف. صحيح. فمفهوم الكاريزما عند بعض الاشخاص مفهوم لبس ومظهر، مو مش اللي هو مفهوم مهاره وتصرفات او اتخاذ مواقف او مهاره قياديه. احنا نتمنى نلاقي الاثنين، شخصيه مغناطيسيه وكاريزما روحيه، يعني شخصيه تجتمع فيه الاثنين. ما يصير وهم مليونير بعد يعني. لا يمكن الدنيا ما تدري يعني في قاعده شاذه. هو ما لا يدرك كله لا يترك جله مثل ما يقولون، يعني نحاول ان الحل الوسط، لكن مثل ما تفضلت خير الامور اوسطها. نعم. يعني اذا احنا مثلا استاذ فاضل نبي نتكلم ان عن الكاريزما الروحيه، انت قلت هي موهبه من الله سبحانه وتعالى، يعني الانسان يولد مع هذه الكاريزما او لا تتاثر بالبيئه، وهناك مؤثرات اخرى كالام والاب وغيره والاصدقاء؟ اكيد. لما نتكلم عن الموهبه اللي هو الكاريزما الروحيه، قد تولد مع الشخص نفسه، مع الطفل نفسه. وجروا الدراسات فعلا من الطفل ل4 سنوات، في اطفال فيهم شغلات معينه مميزه، لكن مع اللي هو وجود البيئه المصاحبه او البيئه اللي يتربى فيها هذا الولد قد تؤثر، يا ان تنشط تنمي هذه المهاره، او تصير لها ضمور وخلاص. يعتمد يعني البيئه لها تاثير. البيئة لها تأثير. ولو تكلمنا مثلا عن اللي هو ستيف جوبز، لو لاحظنا الفرق اللي هو من سنة 1984 إلى سنة 2011 راح نلاحظ تغير كبير جدا، تغير جذري. نعم. وبالتالي يعتمد هي على مجهود شخصي. طبعا ستيف جوبز من اللي أوجد الآيفون وشركة آبل، يعني احنا ما نروج له، ولكن هو صحيح أيضا إنسان صاحب كان طموحات هي فكرة مجنونة واحدة وأثرت في عملت بالعالم كله بالفعل. يعني خلت العالم كالجرم الصغير في يد الإنسان. اي نعم. والله صح، يعني ما شاء الله. هذه هني خلينا نقول فريدتنا بالفعل، ان الكاريزما والتأثير له تأثير كبير، ممكن تأثر على أشخاص، أفراد، مجتمع، على العالم بالأجمع يعني. فالحديث جدا يعني ممتع معك، بس لو بتكلم عن طموحاتك المستقبلية، شنو اللي ببالك او شنو تتمنى؟ أتمنى، أو خلينا نتكلم كتوجه لي، أثرت على نفسي قبل أثر على اللي حولي. أتمنى أن أستطيع أن أثر على أكبر مجموعة من الشباب ومن الحالمين حتى يحددون مساراتهم أو أهدافهم، لأن إذا عشنا بس فقط نعيش لنأكل ونأكل لنعيش،
ما راح نحقق اي شيء. بالفعل. فاتمنى ان تكون كلماتي مؤثره، يكون لي في هذا المجتمع هدف من وجودي، ولست فقط هنا لاكل وانام. ان شاء الله باذن الله. استاذ فاضل الجمري، كل الشكر لك، ونورتنا ونورت الكويت في وجودك معنا، وان شاء الله نشوفك ان شاء الله في حلقات جديده اخرى ان شاء الله. ان شاء الله، لكن مع الاسف الوقت داهمنا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يبا، والشرف لي بوجودي معاكم هني، والتحيه لكل اهل الكويت، وللصراحه اقرب ناس لقلبي في الخليج هني في اهل الكويت. الله يسلمك، اكيد لا شك. طبعا مشاهدينا الكرام، يوم عن يوم يثبت أبناء الكويت تفوقهم وتميزهم في العديد من المجالات المختلفة لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. نستضيف اليوم وتحديدا بهذه الفقرة أبطال الكويت الذين استطاعوا رفع اسم الكويت في مجال رياضة الدراجات النارية الموتوكروس. طبعا راح نشوف هذا التقرير ونرد لكم إن شاء الله مع ضيوف طيبين وحلوين. شروة أستاذ فاضل الجمري. عشتي.